يوزع لكيفه هو. ما شفت شيء يا مصراوي، ما شفت. أنت ما سمعت قبل شوية جل المصراوي قبل شوي يقول يعني ألغى وجود الله تماما، لدرجة أنه قال من يعبد علي لوحده فهو موحد، ومن يعبد الله لوحده فهو مشرك. وش عندك يا آنسة مالك الأشتر؟ وش فيك اليوم قاعدة تلطمين؟ لا تدخل الغرفة، لا تدخل. أقول انقلع بس، يلا بلا جبنة، يلا ما نبقى قايل شيء بس. يلا انقلع. ورط لما شاف واحد يفضحهم بدأ يحذر من دخول الغرفة. يلا، في رافض يرد عليه؟ في أحد يرد عليه؟ الصكوك مسوي نفسه ميت طبعا. الصكوك مسوي نفسه ميت. آمر، هي أنا نور على الدرب، آمر بس. أخوان المشرفين، واحد ينسخ لي نك مالك الأشتر يحطوه لي في الخاص. يلا. من لديه تعليق يا إخوان؟ أنا عندي سؤال للشيعة طبعا، بجيب رواية. يا حيدر تسمعني؟ حيدر، حيدر تسمعني؟ في رواية في كتبكم حيدر، في رواية في كتبكم تقول، طبعا هذه الرواية في أصول الكافي، وفي إكمال الدين لابن بابويه، وفي الإرشاد للمفيد، وفي الغيبة للطوسي. ما تسمعني حيدر؟ حلو. طيب أعطيك الرواية الآن يا عازم إن شاء الله، بس بعد هذا السؤال. عن أبي جعفر عن جابر قال دخلت على فاطمة. ركزوا يا أخوان، الصوت واضح؟ صوتي واضح؟ ركزوا جيدا في الرواية، واللي ما يعرف يحسب يجيب آلة حاسبة. عن أبي جعفر قال عن جابر قال دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها. منين؟ من ولدها. فعددت 12 آخرهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. ناقص واحد صح؟ ناقص واحد. مين اللي نقص؟ مين اللي ناقص؟ ايه ما عندك مشكلة يا محمد. ناقص علي. اعتبروا أئمتهم 12 كلهم من أولاد فاطمة، إذن علي ليس من أئمتهم لأنه زوج فاطمة وليس من ولدها، إذن هم 13. الأئمة 13 عندهم. أعطيكم رواية تؤيد هذا القول أنهم لا يعتبرون علي من الأئمة. قولهم 3 منهم علي. من المسمى بعلي من الأئمة يا إخوان؟ طبعا عندهم 4 علي مو 3، لكنهم قالوا 3 منهم علي، اللي هو علي بن الحسين السجاد، وعلي الرضا، وعلي الهادي. من يطلب الخاص ذا؟ لا لا انتظر، بعد ما انتهي من الحوار ما اقدر ادخل في الخاص واكلم احد. الله يحفظك. طبعا الاحمق، يعني عشان اوريكم انه غباء الشيعة بلا حدود يا اخوان. انتبه يا عزت للحماقة التي ما بعدها حماقة. ابن بابويه لما شاف النص مو موجود فيه علي بن ابي طالب راح وغير فيه شوي. ايش سوى الاحمق هذا؟ لا لا انتظر يا علي الحسن، انتظر. ايش سوى الاحمق؟ راح وجاب نفس الرواية وشال كلمة من ولدها حتى تضبط معاه، فخلاها دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء فعددت. بس الغبي نسي يشيل كلمة 3 منهم علي، برضو هم 4 علي، فحط النص بدون كلمة من ولدها، ولكنه نسي يعدل 3 منهم علي، المفروض يكتب 4 منهم علي. فنفس الغباء في التعديل أيضا أثبته وهو يريد أن ينفيه.
سليم بن قيس أيضا اشتمل في كتابه على أن الأئمة 13. ما الذي فعلوه يا أخوان عشان تكونون بالصورة؟ قالوا كتاب سليم بن قيس مدسوس ولا ينفعنا ولا لأن فيه الأئمة 13. طيب الكافي فيه الأئمة 13، الخصال فيه الأئمة 13، عيون أخبار رضا فيه الأئمة 13، ليش ما سويتوا فيها مثل كتاب سليم بن قيس؟ ايش رايك يا حيدر؟ تفضل. نعم، أعتقد أن الرواية آه، أعتقد أن الرواية فيها كلمة أسماء الأوصياء من ولدها. زين، لأنه كتاب سليم بن قيس هو الأقدم، وهو الذي ألف في يعني في بداية الخلافة. إيه. فالأقدم هو أنه موجود فيها من ولدها، لكن لهذا تبرير. ممكن أنه آه، يكون دخلت على فاطمة وفيها أسماء الأوصياء من ولدها فعددت 12، فالمقصود هنا الأئمة 12 وليس ولدها فقط. تفضل. لا يا حيدر، يقول عدت عليه أسماء الأوصياء من ولدها، من ولدها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت 12. هي اللي قاعدة تعدد 12، حتى في العدد غلط يعني، ما ضبطوها لأنه 4 منهم علي مو 3. حتى لو أردت أن تنزع كلمة ولدها، نفس اللي أنت قلت قبل شوي، غبي يريد أن يكحلها، تقصد المفيد أو ابن بابويه، تقول غبي ما قدر يكحلها، أنت نفس العملية، شلت أنت ولدها وبقي 3 منهم علي. الرواية فيها 3 منهم علي. في أحد عنده تعليق؟ في أحد منكم عنده تعليق؟ أخوان أهل السنة أو ضيوفنا الشيعة؟ لأن الشركيات اللي قالها حيدر اليوم صراحة، هذا يقول الرواية ضعيفة. غضنفر، احلف، احلف يا غضنفر انها ضعيفة. طبعا من زود عن جد، والله صدقتك انا. تفضل غضنفر، كيف ضعيفة؟ لك المايك. تلاحظون بعض الناس يقول لك عن جد اكلمك عن جد، يعني كلامك اللي قبل مو عن جد، مثلا اللحظة ذي اللي كنت صادق فيه والباقي كذب. طيب، حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على فاطمة عليه السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء شال ولدها فعدد 12، أحدهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. هذه في الخصال الصدوق. هذه تقول أنها سنية، تزوجت برجل شيعي، في بداية الزواج قال لها لا فرق بين مذهبنا ومذهبكم، مرت فترة على زواجنا لاحظت زوجي أني أصلي حسب مذهب السني فأمرني أن أغير صلاتي وفق المذهب الشيعي وأنا لم أوافق، قام بتهديدي على أنها حياتنا الزوجية. والله أنا أحذرك أن تكمل حياتك الزوجية مع واحد يعبد غير الله، إلا أنت اللي غادريه. ما يجوز زواج السنية من شيعي يا أخت سهراء، ما يجوز. واحد يؤمن بتحريف القرآن ويؤمن بكفر الصحابة ويدعو غير الله ولا يصلي مثل المسلمين وعقيدته فاسدة، ما الذي يبقيك معه؟ غريب والله. ها يا شيعة، نرجع لكم الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 تبقى معه أبدا ولا ثانية واحدة.
عليكم السلام شيخنا عمر، حياك الله. من يريد المايك من الشيعة الآن يرد على حيدر، وإلا سيكون كل ما قاله حيدر مسجل عليكم. بس ملاحظة يا شيعة، ملاحظة مهمة جدا، وهي أن كل ما قاله حيدر موجود في كتبكم. شيخنا عمر، يا ريت أنك يعني ترد على الأخت زهرة التي قالت أنها تزوجت رافضي 12. تريد المايك شيخ عمر؟ خرجت، والله خرجت. لعل أحدكم يا إخوان يضيفها ويدعوها للغرفة. يعني شيخ عمر، هي تسأل ما حكم زواجها من شيعي. تقول في البداية قال لي أننا لا فرق بيننا مذهبنا ومذهبكم، ولكنه عندما لاحظ أني أصلي على مذهب أهل السنة نهاني وطلب مني أن أغير صلاتي، وإلا يهددها بإنهاء الحياة الزوجية. أنا أتمنى منك يا شيخ أن تعلق على هذه النقطة حتى لمن يستمع ليعرفوا أنه لا يجوز الزواج من هؤلاء، وسأعلق لمكانة هؤلاء لاحقا بعدك. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب أبو حمد، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات. قضية الزواج من المرأة السنية من رجل شيعي قد عرف بانتسابه لمذهب التشيع والرفض، فالأصل في هذه المسألة لا يجوز شرعا أن المرأة المسلمة السنية التي تعبد الله سبحانه وتعالى وتوحده أن تتزوج برجل ظهر عليه أنه رافضي، وأنه يقول بما تقول به الشيعة ويعتقد عقيدتهم، فهذا الزواج باطل، لقوله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال بعدها: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهذه الآية توضح لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة مشركة، وكذلك العكس، لا تجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل مشرك. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، إلى أن قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يجوز بعد ذلك أن يمسك المسلم أو المسلمة بعصم الكوافر. وعلى هذا الأساس فإن الزواج في هذه الحالة باطل. وإذا ظهر منه بعد الزواج، أي بعد أن تزوجت منه على جهل منها بعقيدته، ثم ظهر منه ذلك وأنه تظاهر بالتشيع، وأنه ألزمها بترك مذهبها أو بترك دينها، نقول ويريدون أن نترك الدين، فهذا في الأصل أن المرأة لا تجوز بعد ذلك أن تبقى معه. واضحة؟ الأخت موجودة؟ أختنا موجودة؟ خرجت. على كل حال، هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة حول عدم جواز زواج المسلمة من الرجل المشرك. وقد يقول قائل: لماذا يجوز الزواج بالنسبة للرجل من الكتابية؟
الله سبحانه وتعالى يا أخوان استثنى من الكفار أهل الكتاب، استثنى من المشركين أو الكافرين أهل الكتاب، لأن الذي أباح لنا الزواج من أهل الكتاب هو رب العزة جل وعلا، والذي حرم علينا الزواج من المشركات هو ربنا جل وعلا. فالحلال ما أحله جل في علاه، والحرام ما حرمه، صح؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذه الآية توضح بجواز الزواج من أهل الكتاب، وإن كانوا يقولون ما يقولون في عيسى بن مريم أو في عزير، فالذي أباح لنا ذلك هو رب العزة جل وعلا، ولكن بشرط أن تكون كتابية، والشرط الثاني أن تكون محصنة. هذان الشرطان لا بد منهما، أن تكون كتابية أي على ملة أهل الكتاب وعلى دينهم، وأن تكون محصنة، أن تكون محصنة. أما المشركة التي ليس من أهل الكتاب لا يجوز الزواج منها، والعلم عند الله. نعم، تفضل أخي محمد. طيب، السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخ على التوضيح والبيان. احتج أحد الشيعة عليك يا شيخ، ولماذا تحرمون دخول الجنة، تقفون حجر عثرة في طريقها. الصكوك، تسمعني؟ الصكوك، تزوجني اختك الصكوك. ها، جاوب على قد سؤالي، تفضل لك المايك. ما ابي، انتم ما تفهمون، انتوا ترى مليت من هالموال. تزوجني اختك، تفضل. صدق ودي اطرش، بس عاد الشكوى الله. تفضل يلا. لا، هسه السؤال لا تخليه خاص. انت قول انا كمسلم شيعي، انا واحد من الناس، اذا اجاني مسلم سني واعتد باخلاقه وخلقه لا مانع، ما عندي اشكال. اذا كان مسلم سني يخاف الله ومؤمن بالله، لا مانع لدي. والدليل على ذلك انا رجل شمري، تعرفون شمر في ما تلاحظون ترى دمرا، انتم ما تدرون، ترى يقصد انه واحد اخلاقه عالية امتياز، نور اخلاقك سيئة. صح الصكوك، يعني واحد غيري، ها يا مجرم. طيب الصكوك، طبعا كلام الشيخ عمر واضح. الشيخ عمر ما جاء بشيء من رأسه. الإمام البخاري رحمه الله يقول: لا أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. يعني صلاة خلف جهمي ولا رافضي، كانك تصلي خلف يهودي أو نصراني. ماذا يقول الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري؟ يقول: ولا يسلم عليهم ولا يعادون، يعني ما يزارون إلى مرضوا، ولا يناكحون، لا تزوجهم ولا تتزوج منهم، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم. يعني أنتم شر من اليهود. يا العباد آمر سم يا أخوي، تعال حاوروا هنا، ارفع يدك ونقدمك. وش اللي أريد أحاورك؟ وراد شايفنا مانعينك تحاور أحد هنا يا العباد. ها، عبد الله بن إدريس. اللي ما يعرف عبد الله بن إدريس، هو عبد الله بن إدريس ابن زيد بن عبد الرحمن الأودي. قال أبو حاتم عنه: هو حجة يحتج بها. طبعا هو إمام من أئمة المسلمين. الإمام أحمد قال عنه: كان نسيجا وحده.
وقالوا عنه كان ثقة مأمونا كثير الحديث حجة صاحب سنة وجماعة، توفي عام 192 هجري في تهذيب التهذيب. يقول ليس الرافضي شفعة إلا لمسلم. يعني بس عشان تعرفون القول. عبد الرحمن بن مهدي اللي هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري، توفي أيضا سنة 198. ينقل عن البخاري قوله ينقل عن قوله هما ملتان، الجهمية والرافضة، يعني مختلفين عن الإسلام. الإمام الخلال يقول أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفرياني يقول ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه قال لا، وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، قال لا تمسوه بأيديكم وارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. نفس الكفار. هذه أقوال قبل ابن تيمية يا روافض هذول، عشان ما تقال وهابية أتباع ابن تيمية. أبو زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص، لاحظ ينتقص فقط ليس يكفر، ينتقص أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة لأنهم هم النقلة. القاضي أبو يعلى لما سئل قال وأما الرافضة فالحكم فيهم إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر. طبعا كلهم يكفرون الصحابة. هي نعرف حيدر يعتقد تحريف القرآن يا باسم، حيدر يعتقد أن القرآن محرف. الصكوك لما طلبته يرد عليه مسكت مسوي نفسه ميت، لكن لما جاء موضوع الزواج جاني واحد أخلاقه عالية، جاني واحد ممتاز بزوجه، نصاب وكذاب ومنافق. أول شيء صراحة يقول لك الصكوك يعني لا تزعل مني يعني، ولا أحد يزعل مني من الشيعة، ما أعتقد أن في سني عاقل يبي ينتحر ويروح يتزوج واحدة شيعية ما يدري وش كانت تسوي في حياتها صراحة. والله العظيم من بيجي يتزوج منكم؟ في أحد عاقل يجي المجتمع فتكت فيه المتعة يدور حرمة عندهم؟ فما أعتقد يعني أنه بيتجرس إلا واحد عاد جاهل ما يعرفكم. من أجمل الأقوال في مدام باسم فتح موضوع تحريف القرآن، ابن حزم رحمه الله احتج عليه أحد النصارى بأن القرآن محرف نقلا مثل ما يفعل بطرس الآن، نقلا عن كلام الروافض يعني. فرد قال أما قولهم يقصد النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. هذا كلام الناس عنكم، لا تقولون وهابية ولا بن تيمية، هذا الناس كلهم قالوا عنكم هذا القول، أنتم تغلبون. حياك الله يا مراد، يا أهلا وسهلا فيك. التشيع غزا المغرب وتونس والجزائر ومصر حتى ضج علماءكم. لا يا شيخ متأكد الصكوك أنت؟ متأكد؟ أنا أقول يا ربي أنا قاعد أشوف ناس يلطمون في المغرب أنا، بس عاد ماذا كنت أتوقع أنهم يسوون مصارعة أو شيء، يطلعوا شيعة وأنا ما دريت. عاد شلون المغربي بيقعد يسب الصحابة ما تدري وش يقول، يمكن تضحك تقول له أيوة أنت ما تدري، يسب الصحابة قدامك والله بلشة، نبي لنا مترجم بعض المرات ما تدري هو سني ولا شيعي. كرم الله للمغرب والجزائر ومصر أن يكونوا على دينكم، فهؤلاء رجال ليسوا مثلكم. يا رجال أنت واحد صار شيعي في مصر لما فتح فمه دخلوا الشبشب في فمه وسحلوه في الأرض، حسن شحاتة. يا راجل لما راحت مجموعة في مصر متجمعين في عاشوراء قالوا يا حسين وما أدري إيش، جمعوا حول الأزهر ما أدري وين في الحسين ما أدري وين، جاهم دب وضرب
وكلوا بالشباشب على رؤوسهم. المصريين ما عندهم تلمس واحد من الصحابة يمسحون فيك الأرض، والجزائريين دمهم أحر. فأنتم صدقين في أحد يبيع دينه علشانكم؟ يلا يا رافضة بعدين تعالوا، يعني ممكن أحد يطلع على المايك منكم يقول لي إيش الأشياء الجميلة في دينكم اللي تخلي الناس يدخلون فيه. روح شوف أمك قالبة عبايتها ولا لا، شوف إذا معلقتها مقلوبة تصير ناسيتها يا المشاكس. عدل العباية لا يشوفها أبوك، ها إذا كانت مقلوبة عباية أمك توها جاية من برا ولا شيء، بس عدلها لا يشوفها أبوك. سأخاطبك بهذه الطريقة كل ما دخلت الغرفة جزاء لتطاولك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يا رجل المصريين من بغضهم لكم أشهر شتيمة يقولها المصري لصاحبه يا ابن الرفضي، لما يبغى يشتمه يقوله يا ابن الرفضي. قال إيش؟ قال يبي تشيعونه. أنتم تقولون أن السنة خلوا من موضوع السنة تشيع وكل هذه الأمور. ايش عنده ذا أبو حفص؟ أقول أبو حفص عطوه ملف 14 يا شيخ. عندي سؤال الآن، ماذا سيفعل مهديكم إذا خرج؟ عندك مايك يا أبو حفص؟ تفضل، وش تبي تقول لنا؟ أنت لك شوي وأنت تفضل لك المايك. شكرا أبو حفص، مداخلة مميزة. طيب الصكوك، اطردوا الصكوك يا أخوان، اطردوا المشاكس يا أخوان. إذا كان تكلم اطردوه، عطونا نك نعلقه في الباند. لا عنده مايك ولا عنده أخلاق. أنا يسمعه الشيعة. الصكوك قال إن لا إله إلا الله، قال إن المهدي سيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما غربلت أحد شرف الصكوك. لاحظوا يا إخوان أمر مهم، تسمعون اكتبوا لي واحد، هذا الكلام مهم جدا. يقول الصكوك كلامي صحيح، أن الإمام سيملأ الأرض ظلما وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قبل قليل ماذا قال الصكوك قبلها؟ ركزوا جيدا في كلامي يا إخوان. قبل قليل قال إن التشيع ينتشر بشكل كبير في مصر والجزائر والمغرب وكذا، والمهدي قرب خروجه عند الشيعة. فهل يعني هذا أن انتشار التشيع هو انتشار للفساد، فهو مهديهم سيظهر ليملأ الأرض عدلا؟ إذا كان التشيع ينتشر والإمام سيظهر فمعناته أن انتشار التشيع هو انتشار للفساد. 1 زائد 1 يساوي 2. سيملأ الأرض عدلا. حيدر العراقي، حيدر موجود؟ تفضل حيدر، ماذا سيفعل المهدي إذا خرج؟ تفضل. السلام عليكم. والله خروج المهدي بن الحسن سوف يفعل أشياء يعني تنكر من قبل الكل. أول شيء أو من ضمن ما يفعله حتى ما نجيبها بالتسلسل الزمني، مثلا أولا هدم الكعبة وتصغير المطاف. الشيء الثاني هدم طبعا نبش قبر الشيخين وإخراجهما من قبرهما. زين. الشيء الآخر الذي يفعله المهدي أساني أخسى ما لي شغل، يعني هذا ما ورد، هو أنه يأخذ الجزية من أهل السنة كما تأخذ من اليهود والنصارى. زين. وكذلك يقوم لاحقا بتغيير القبلة ونقل الحجر الأسود إلى كربلاء. هاي بعض أفعال الحجة بن الحسن طبعا. ويأتي إلى العرب بالسيف، وكما ورد ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم تفضل. أنا ما أدري، عندي إحساس إن لو أقابل مهديكم أبسطره. أنا ما أدري، أحس إنكم تهيطون. الصكوك تفضل رد عليه، كلامه صحيح. الصكوك لك المايك. عفوا يا سلام عليكم جميعا. ما أدري أنا مو محضر الرد عنه. أنا أقول وظيفة المهدي كما أنا أفهمها عندما يخرج المصلح اللي الله يبشر به الناس ورسول الله يبشر به الناس بإصلاح البشرية، مو هذا هدفه يهدم الكعبة ويجي يأخذ جزء من المسلمين. هذا مو هدفها المصلح يأتي اليوم لإصلاح الأمة، يجي ينشر العدل والسلام والأمان للأمة كلها. طبعا اللي يقاومه بحث آخر. احنا ما نقول عرب ولا عجم ولا أي واحد يقاومه، راح يقف معاه بالسيف يقاومه، لأنه الهدف الأساسي هو نشر العدل والسلام والأمان على الأرض. هذا هدف المصلح. أما ينبش
قبرين هاي قضايا أصلا روايات لا يعتد بها. وأقول وبعدين أنا أقول لك شغلة نور على الدرب أرجوك، إنه عندما يتكلم واحد مو والله هذا يؤمن بعقيدتكم وهذا يطلع من كتبكم وأنتم ما تطلعوا من الكتب. كتبنا فيها الغث والسمين. لا والله كلها غث، والله ما فيها سمين أبد. تصدق الصكوك لو تقيتك تدخل بسوق الأسهم كانت تطلع نسبة فوق كل يوم، والله يا فيك نفاق. تفضل يا حيدر رد عليه. طبعا آسف، أنا نسيت شيء مهم من أعمال المهدي عليه السلام، وهو أنه يقتل 70 ألف معمم، أو وكذلك يقتل في رواية أخرى 16 ألف في يوم واحد، في يوم الاثنين، كلهم قراء للقرآن فقهاء في الدين قد سمروا ساماتهم، يقولون له ارجع يا ابن فاطمة، يعرفونه ابن هذا أيضا يعني شيء مهم، أنه هؤلاء في العراق في النجف يعني فقهاء في الدين قراء للقرآن، هؤلاء كلهم معممين مراجع دين بالتأكيد، أو فيهم مراجع دين شيعة وأتباع لهم. طبعا هؤلاء 16 غير 70 ألف، هناك 16 وهناك 70 ألف، فسيكون الناتج 86 ألف يقتلهم المهدي. هذا ما نسيت ذكره طبعا. تفضل مولانا. والله شو بيسوي السستاني يا شيعة؟ والله يا الصكوك اسمعني، كلام لك أنت الصكوك لوحدك. الصكوك أنت الوحيد من الشيعة تقريبا اللي يدخل الغرفة ويتكلم كثير وعمرك ما جبت دليل، عمرك ما جبت دليل. هذا الرجل تكلم ومستعد يجيب لك الدليل من كتبك. كتبك فيها غث فيها سمين، احنا نعرف ان كتبك مليئة بالغث وليست بالسمين. نعرف ان كل ما يقوله حيدر كذب وانت اللي تقوله كذب، ما عندكم دين انتم. لكن احنا نبين لكم قول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنتم متضاربين في العقيدة وفي الفهم وفي كل شيء، هذا دينكم. محاولة التقية اللي تستخدمونها، لا هو سينشر العدل وسينشر، ما هو بنشر عدل ولا شيء. أول ما يبدأ سيقتل الناس في الحرم، في الحرم اللي الله سبحانه وتعالى ذكره بالأمن في القرآن، والنبي قال من دخله كان آمنا. يبي يجي يقتل الناس في الحرم أول ما يبدأ، وبيهدم الكعبة. نعم عندكم. أنا أول مرة أسمع تغيير القبلة ونقل الحجر الأسود، هذه أول مرة أسمع. لكن تغيير الكعبة عندكم، تغيير شريعة الدين عندكم. يبي يخرج أبو بكر وعمر من القبر ويحرقهما عندكم، ويصلبهم ويقتل ويجلد عائشة لأنكم تتهمونها بفاحشة الزنا سيقيم عليها الحد عندكم. ليش تكذبون؟ هذا الرجل ما جاب شيء من راسه، كله في كتبك الصكوك. قال لي قالوها كذابين، يا أنتم كذابين. بتردون عليه؟ في أحد من الشيعة بيرد عليه؟ حيدر يقول الخميني إن جميع الأنبياء قد جاءوا لإرساء قواعد العدالة في العالم، حتى النبي الخاتم، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. يقول لم ينجحوا. الذي لم ينجح وش اسميه؟ أنت كلفت واحد بمهمة لم ينجح فيها، وش نقول عنه يا أخوان؟ وش نقول عن اللي أرسلته في مهمة ولم ينجح؟ نقول فشل. يقول حتى النبي الخاتم لم ينجح في ذلك، إنما الذي سينجح هو المهدي المنتظر. هل فعلا فشل النبي والمهدي هو الذي سينجح؟ تفضل حيدر. والله الخميني أساء التعبير حقيقة الأمر. الفشل ليس في النبي، الفشل في الناس التي لم تتقبل من النبي، وإنما النبي رحمة والحجة، المهدي نقمة. المهدي يخرج بالسيف ويحكم بشريعة داود، لا يسأل البينة. زين. فالخميني أخطأ في التعبير، المفروض يقول الناس فشلت، ما ينسب الفشل للنبي. النبي لا يفشل. تفضل. لم تفهم سؤالي ولم تفهم كلام الخميني. ركز جيدا في التعبير. جاءوا لإرساء
قواعد العدالة في العالم، ليس نشر العدالة، لإرساء قواعد العدالة. يريد أن يقول لك الخميني بطريقة أخرى أن التعليمات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم غير جيدة، وإنما الأشياء الجيدة ستكون مع المهدي. يعني هل نجح النبي في إرساء قواعد العدالة في العالم؟ نعم، جاء بالدين الذي يؤسس للعدالة تماما. فإرساء قواعد العدالة غير نشر العدالة. والله يا كربلاء، شوف كربلاء، شوف أنت إنسان محترم يا كربلاء، يعني من دخلت الغرفة وأنت مؤدب. راح أقول لك كلمة نصيحة لوجه الله. والله يا كربلاء كل ما قاله حيدر موجود في كتبكم، والله هذا دينكم شئت أم أبيت. وإن كنت تريد أن تلقى الله بهذا الدين فهذا شأنك، ولكن والله هذا، والله هذا اللي في كتبكم، وإن أخفوه علماؤكم عنكم. اسمعني يا كربلاء، سؤال لك لوحدك أنت فقط. هل الإسلام دين متكامل ولا فيه عيوب ونواقص؟ خليك معي بس، هل الإسلام دين متكامل ولا فيه عيوب ونواقص؟ صعب السؤال. متكامل، جميل جدا. إذن الدين كامل. وجود أخطاء كثيرة في كتبكم وروايات بهذا الحجم من الشرك والزندقة تدل دلالة واضحة على أن دينكم ليس دين الإسلام، لأن دين الإسلام متكامل ودينكم متناقض. أريدك أن تفكر في هذه جيدا. كواكبي موجود؟ كواكبي طلب المايك قبل قليل. كواكبي تسمعني؟ تفضل لك المايك. شكرا نور. المصريين، نعم، المجتمع المصريين سنة، يعني المصري سني أصيل ولكن ليست ناصبي. هذه حقيقة. سنة وليست نواصب، لا يعني لا يحملون بغضا لعلي وآل بيته. هذه واحدة. ثانيا عزيزي، نعم يوجد لديكم مغالاة في الصحابة، وخصوصا في معاوية. يوجد عندكم مغالاة عزيزي نور في معاوية، وأنا لا أعتقد تقدر تنكرها. يعني مغالاتكم في الصحابة تقترب من مغالاة الشيعة في أهل البيت. مغالاتكم في الصحابة تقترب من مغالاة الشيعة في أهل البيت. والنقطة الأخيرة عزيزي، من بني أمية من قتلوا الناس في الحرم. من سلاطين بني أمية قتلوا الناس في الحرم. هذا تاريخ ما تقدر تنكره. سواها يزيد وسواها عبد الملك بن مروان عن طريق الحجاج. هذه حصلت. يعني فواضح جدا عزيزي في تحامل منكم، وهو يعني هي ردة فعل. تحاولون ردة فعل على مغالاة الشيعة في أهل الأئمة. يصير عندكم نوع من البغض لعلي وأهل بيته، وهذا خطأ وهذه كارثة. لأنك تأخذ رد فعل على مغالاة الشيعة في أهل البيت، أنت تبغض علي وأهل بيته. هنا مصيبة هذه. شكرا جزيلا. طيب الكواكب، كل ما قلته غير صحيح من أوله إلى آخره. نحن لا نغالي في الصحابة أبدا، وكلامك غير صحيح كما يغالي الشيعة في البيت أبدا. نحن نضع الصحابة حيث وضعهم الله ورسوله. ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالثناء الحسن في القرآن الكريم، وعدهم بالخلود في الجنة. ذكر صدقهم وجهادهم وإنفاقهم ووقوفهم مع النبي ونشرهم للإسلام. ذكره الله سبحانه وتعالى بالخير. هذا ما هو غلو، هذا قول الله. عمرك سمعت سني يقول يا عمر أدركني، يا أبو بكر؟ ما عندنا الكلام هذا كله. نحن نضعهم حيث وضعهم الله سبحانه وتعالى. قلت أنت أن هذا الأمر أورث لديكم كره لعلي وأهل بيته. غير صحيح. نحن نتقرب إلى الله بحب علي. احنا عندنا حب أهل البيت من الإيمان وبغضهم من النفاق. يا رجل، ما تلقى، يعني ما يخلو بيت شيعي من اسم، بيت سني من اسم علي. وش اللي نكره علي؟ أنا جدي علي. علي في كل مكان. نحن نحب أهل البيت أكثر منكم لو كنا نكره أهل البيت.
لا تقلدني وصال صفا، بس أنا جدي علي. طيب طيب الشرف أوريك، أنت أبوك علي، أنا بروح فيها، أنا جدي بس. طيب لو كنا نقرأ أهل البيت يا كواكبي ما كنا روينا هذه الفضائل العظيمة عنهم. الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يا علي لا يحبك إلا مؤمن، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. لو كنا نبغضهم ما ذكرنا هذه الروايات، كنا طمسناها واسكتنا عنها. فكلامك غير صحيح. قولك قتل في الحرم هذا يحتاج إثبات، أنه ناس قتلوا في الحرم، ولا يحتاج إثبات هذا. ما سمعتك رديت على كلام حيدر العراقي، ما سمعنا أحد. نحن لسنا بحاجة إلى الكذب وتأليف الخرافات والقصص لنثبت محبتنا لأهل البيت. نحن اكتفينا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهم، واكتفينا بما جاء في القرآن والسنة بفضل الصحابة وأهل البيت. روينا الكثير من الفضائل لهم، لم نضعهم في مكان لا يضعهم الله فيه ورسوله. نحن نقول إنهم بشر يخطئون ويصيبون جميعا، علي وبقية الصحابة يخطئون ويصيبون، وإن كان لهم أخطاء فهي تذهب في بحور الحسنات التي فعلوها من جهاد وصدقة ونشر ونصرة لهذا الدين. طيب نعود لأصدقائنا الشيعة الذين يقولون أن حيدر يتكلم بكلام غير صحيح. حيدر كلامه كله صحيح. حيدر فعل شيئا واحدا فقط، هو أنه قرأ كتبكم بصوت مرتفع. هو قرأ كتبكم بصوت مرتفع. البقية يقرؤونها بصوت خافت بينهم وبين أنفسهم. شوف يا كواكبي، وردت مئات الروايات في فضائل الصحابة ردها أهل السنة. لماذا ردوها يا أخوان؟ وردت روايات كثيرة في فضائل أبو بكر ومثلها في عمر وعثمان وبقية الصحابة ولم يقبلها أهل السنة. لماذا رفضوها؟ لن أجيب أنا، سيجيبك الناس اللي على التكست الآن. لماذا لم يقبلها الناس؟ لماذا لم نقبلها يا أخوان؟ لأنها ضعيفة باختصار، سندها ضعيف لا تصح، فلذلك لا نأخذ إلا الصحيح أو تكون موضوعة. أما أنت كشيعي أتحدى، اسمعوني يا أخوان، يمكن هذا السؤال أول مرة يطرح في البالتوك وأتحدى فيه، أن يأتيني الشيعة بأي فضيلة من كتبهم لأحد الأئمة ويقولون عنها ضعيفة لا نقبلها. أتحداكم، أتحدى أي شيعي أن يأتيني بأي فضيلة لأي. شفتوا هذا المقطع؟ عندنا دمعة عيونك صح؟ شك أتوقع أن دمعة عيونك، قلت الله ذكرك بالإمام. حيدر والله يا أخي الأئمة قويين صح، ما شاء الله، يخلقون أكوان ويحيون ويموتون، بس عجزوا يأخذون الإمامة والولاية ويمسكون الحكم. ها فهد الحسيني بترد على حيدر؟ تفضل. والله ورطة. ها ما أنت بصادق الهاشمي، لو وين عمامتك؟ أنا أشوفك يا أخوي مبطي ما لبست العمامة. كواكبي سترد على حيدر؟ اكتب لي نعم أو لا. تخيلوا يا إخوان، حيدر الشيعي أفحم كل الشيعة. تفضل كواكبي رد عليه، تفضل. لا، ما قاله هذا أصلا غيظ من فيض، يعني ما قاله حيدر هو غيظ من فيض. نعم، موجودة هذه الروايات في كتبهم، يعني في المجلسي وغيره، والغيبة عند الطوسي موجودة. لا بل قليل هذا، يعني قطرة في بحر. ما قاله قطرة في بحر. أنا لا أؤمن بالمهدي المنتظر الحقيقة، لا عند السنة ولا عند الشيعة. أنا لا أؤمن بفكرة المهدي المنتظر. هذا مو يمي. أنا أرجع إليك عزيزي نور. نور عزيزي، فنعم تغالون في الصحابة وتغالون في الملوك والسلاطين. يعني أنت نور مثلا
أنت نور أو غيرك، أنا أتحدث عنكم في هذه الروم. عزيزي، أنت عندك الحاكم والسلطان فوق العقيدة، يعني عقيدتك في يد الحاكم، وهذا خلل في العقل السني، وهذا خلل شنيع بالعقل السني. لا لا. أتحداك أنا لو يجي الملك سلمان براسه يأمرني بشيء مخالف للدين لرفضته. الآن هذا أقول لك اسمه الملك سلمان، لو يأمرني بشيء مخالف للدين لرفضته. ما في شيء اسمه أحد فوق العقيدة عندنا، ولو لم يقيموا شرع الله عندنا لرفضناهم. لا تجي تهايط عندنا أنتم تقيمون الحاكم وتقيمون الحاكم. في شيء اسمه طاعة ولي الأمر، وفي شيء اسمه طاعة في غير معصية الله. يا رجل أنت وين رايح أنت؟ ما في شيء اسمه نطيعه ونخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ثم أنه لم يأمر أبدا بما يخالف الدين. لا تقدرون بس تسوون أنفسكم يعني أنا لست بشيعي ولا أؤمن بما يعتقد الشيعة، ولكن أنتم السنة. محاولة الدس اللي أنت قاعد تمارسه معي، لا تظن أني أحمق. أنا حاور هنا من 10 سنوات، أمثالك كثير حاورتهم. يتبرأ من تشيعه لعلمه أنه سيقع في مأزق كبير في الحوار. فأنا لا أقبلكم ولا أقبلهم، ولكن أنتم عندكم طريقة قديمة، هذه برابع ابتدائي يسوونها، إلقاء الشبهات بالطريقة هذه. فما في قولة انك اذا كان دينك يفشل هذا شأنك، احنا ما يهمنا، احنا نفتخر بديننا. هذا المظفر عندك شو يقول عقيدتنا في المجتهد أنه نائب الإمام عليه السلام في حال الغيبة، وهو الحاكم والرئيس المطلق، والراد عليه كالراد على الإمام، والراد على الإمام كالراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك. يعني أنت لو تروح الآن، أعطيك مثال، الخامنئي يفتي بأنه يجوز للرجل الشيعي أن يسمح لصديقه بأن يضع نطفته في رحم امرأته. يعني تجيب صديقك يا شيعي ويضع نطفته في رحم امرأتك، لو تقول له يا شيخ أنا ما أقبل هذه الفتوى منك تكفر. يفتي الخامنئي بأن الرجل اللي ما ينجب أولاد يأجل رحم امرأته، يعني يشغلها فقاسة. تعرفون الفقاسة اللي يحطون فيها بيض ويطلع صيصان؟ مثل كذا، يعني جيب صديقك خلي يضع نطفته ومرتك تصير مثل الفقاسة تحمل. فلو رفضت هذه الفتوى يا كواكبي ستكون مشرك. السيستاني يقول يجوز للمرأة الشيعية أن تمارس المتعة كمهنة للتكسب. لو طلبت أختك يا شيعي أن تعمل كمتمتعة، تروح كل مثلا نهاية أسبوع ويكند تطلع تجمع لها قرشين بالحلال طبعا عندكم، تجيب فلوس تطلع مع الرجال، ما تقدر تمنعها وإلا تكفر. مين اللي يطيع الحاكم ويغلو فيه، احنا ولا انتم؟ ها وش يسوي يا الإماراتي؟ أقرب مثال لها أنها فقاسة، وش يسوي له هنا؟ هسه الحاكم مالتكم يحكم بما أنزل الله. إيه إحنا في السعودية الحمد لله نتبع الشرع الإسلامي. عندك اعتراض؟ والدولة اللي ما تحكم بالشرع إحنا نقول لهم غلط، ما نأيدهم. وتأكد أن الناس ما أعجبهم الوضع، ولا هم قابلين، ولا تركوا الناس دينهم لأن الحاكم ما يطبق الشرع. أعطيك أي مثال، أي دولة في العالم ما يطبق الشرع فيها الحاكم، هل الناس تركوا الشرع؟ أبدا أبدا، الناس متبعين للشرع في كل أحوالهم. فإذا كان هناك حكم في دولة إسلامية سنية ما طبق الشرع، ما تقدر أنت تلزم الناس فيه، ما تقدر تلزم الناس. يعني مثال، لما كان زين العابدين في تونس مثلا يحارب الحجاب ويحارب تعاليم الدين ويحارب الصلاة، ترك الناس الصلاة؟ ما تركوها، ما تركوها أبدا. وما زال أهل تونس من ذاك الوقت يصلون إلى اليوم. طيب خرج حيدر، خرج. إيران دولة ليست إسلامية، لا رجع حيدر، دولة ليست إسلامية. إيران دولة فارسية شعوبية تحتقر العرب سنة وشيعة، وسيشهد أهل العراق من الشيعة الآن بأنهم غير محترمين عند الإيرانيين، وأنهم منبوذين وينظر لهم كطبقة ناقصة أقل من الإيراني أو الشيعي الفارسي. يحكي لي أحد الإخوة الذين اهتدوا في هذه الغرفة، تذكرون الياسري؟ تذكرون الياسري اهتدى في هذه الغرفة، يقول كنت أذهب في وقت تشيعي إلى إيران، يقول كنت أتوضأ عشان بروح للمراقد والصلاة وكذا، يقول العمال يجون الإيرانيين بعد ما أتوضأ، يجون للمكان اللي توضيت فيه ينظفونه كأن اللي مر فيه كلب، يقول
وهم يدرون اني شيعي مثلهم لكن يحتقروننا كعرب. المشكلة أن الشيعي العربي ما زال غبي ذليل يرمي أمواله وأخماسه لهم ويقبل أحذيتهم. والله يا شلفة هو قالها لي، والله يا مهموم محمد سوى اللي تبي، حطوا فتاويهم يا إخوان. والله شوف لو نتكلم على فتاوي الشيعة ونفتح المجال، والله سأمنع دخول الأخوات للغرفة. أتكلم جد والله. لو بنفتح المجال فتاوى الروحاني وفتاوى الخامنئي وفتاوى الخوئي وفتاوى السيستاني، والله بقول للأخوات كلهم اخرجوا من الغرفة. شيء مخجل يعني الواحد ما يقوله. يعني أنا أسأل سؤال، يعني كيف يا شيعي تسمح، يعني هل تستطيع يا شيعي أن تعرض تفاصيل المتعة لأختك أو بنتك، تعلمها الفتاوى اللي فيها؟ ها؟ تقدر تشرح لها كيف تطلع بالساعة والساعتين وبقبضة من التمر أو قبضة من الدقيق أو من القمح؟ تقول لها كذا ممكن إذا حددك الظروف روحي خذ لك بقبضة من التمر؟ ما تخجلون تكلمون أهلكم كذا يا رجال؟ في فتوى عندهم، في فتوى عند الشيعة أن المرأة عورتها عند المحارم فقط من السرة إلى الركبة. يلا يعني تتخيل يا شيعي أن أختك بتجيك لابسة شيء بس من السرة إلى الركبة وتقعد معك أنت وأبوك وأخوانك؟ تخيلت هذا المنظر في بيتك يحصل؟ ولا تقول لها ليش؟ تقول لك والله هذا فتوى الشيخ الروحاني. كلكم يعني معليش كلكم الآن جالسين تتخيلون امرأة فقط غطت من السرة إلى الركبة وجالسة مع أبوها وأخوانها، شكلها يعني شكل مقزز صراحة. ما هو برجال ولا شيء، كله تقية يا شلفة، كله تقية. ما لا مو الموضوع المراهقة أو شيء، لكن هذه حقيقة دينهم، هذه حقيقة دينهم، هذه فتاوى علمائهم. يا رجل الروحاني سألته امرأة، سألته بنت، قالت له أنا عمري الظاهر 19 أو 20 سنة، واعتذر للجميع عن هذه الفتوى. قالت أن أبوها، البنت تقول أن أبوها شيعية، هي تقول أن أبوها يأتي يحضنها ويقبلها في صدرها ويحضنها من الخلف ويحضنها ويفعل كذا وكذا. ايش تتوقعون افتالها الروحاني؟ ايش تتوقعون؟ قالها لا بأس، لا بأس في ذلك، النبي كان يقبل صدر فاطمة. من فيكم يا شيعة يفعل هذا الفعل؟ الله يكرم السامعين، تف عليهم مليون مرة أخونا الإمارات العين. لذلك المجتمع الشيعي مجتمع منحل، بيوت الشيعة بيوت خربة مفككة منهارة. يعني ليس فقط عندهم خلل في العقيدة، لديهم خلل اجتماعي كبير، الثقة معدومة في البيوت. لا يغركم كل اللي هم يحاولون يظهرون أمامكم، نحن نعرفهم جيدا. بيوتهم خربة، الثقة مفقودة تماما، كل واحد ما يعرف شو اللي يحصل في غيابه. فدين فاسد، دين يعني الدين جلب لهم كل هذه الكوارث. لا حمية ولا غيرة يا عائشة ولا شيء، ما عندهم، ما يقدر الفتوى تصفع مع وجهه. لو قال لها لا تروحين للمتعة قالت له فتوى، لو قال لها ما يجوز لك تتمتعين بدون إذني قالت له ما في شيء اسمه إذنك في دين الشيعة. فكلام يعني الدين قذر. المتعة يساوي المسيار، كذبت ورب الكعبة. ايش دخل المتعة في المسيار يا كواكبي؟ المسيار زواج شرعي فيه ولي وشهود ومهر وزواج دائم، الزوجة ترث وتسجل في المحاكم باسم الزوج وكل شيء. ما في شيء اسمه نص ساعة واروح اخليها. عجيب، ايوه عجيب. المسيار لا يختلف بشيء ابدا الا انها ما تشترط عليه السكن احيانا، انه مثلا او العدل اذا كان متزوج اخرى، انه مثلا يجي يوم هنا ويوم هناك، لا ممكن يقعد عند هذه 3 أيام 4 ويجي عند هذه يوم فقط، هذا الاختلاف. زواج دائم ما في كلام، المبيت والسكن هو اللي فقط مختلف فيه. اما المتعة عندك انت اي اثنين في اي حتة يعملوا اي حاجة على قولة المصريين بس.
والله يا نور تنتظرك النيران والعذابات الأبدية. تفضل الصكوك، الطم على المايك، استمتع أنا بلطمك. تفضل الصكوك. لا ما ألطم، بس أنت هاي اتهاماتك للناس للنساء بهذه الطريقة، يعني تتصور الله راح يسمح لك؟ تتصور هل يعني ما أدري، ما عندك عرض، ما عندك شرف، تتهم الناس بشرفهم بعرضهم؟ هاي المسلم، وهذا هاي صفات المسلم. يعني أقدر أنا أتهمك هسه بعرضك؟ لا والله محال. أنا أتهمك مهما أتكلم علي، ما تعطيني نفسي ولا ديني ولا أخلاقي أن أتهمك بشيء من عرضك أبدا. لكن على اساس شنو متعه، شنو شو؟ كل واحد يتمتع، كل انسان يتمتع. شنو المتعه؟ شو بالشوارع هي المتعه؟ وينكم متعه هذا العراق؟ روح شوفوا متعه بالعراق. الصكوك يقولون المصريين مثل مشهور: المية تكذب الغطاس. المية تكذب الغطاس. انت جالس في البيت تشرب شاي انت وامك وابوك، جت لك اختك من برا، وين كنتي؟ كنت تتمتع مع واحد متزوجته متعة لمدة 3 ساعات. ايش بتقول لها؟ عيب ولا حرام؟ تفضل. انت شوي اخجل، ماكو شكل اسلوب. اخجل، هذا من تجيب الكلام هذا؟ شنو تجي تمتع وتمتع؟ ما عندنا هذا، ما وارد هاي في مجتمعاتنا. انا قلت لك افهم، المتعه لم تحصل بالشكل اللي تقوله انت هذا الا في مجتمع اسلامي يتقبلها الجميع. عندما المتعه يتقبلها الجميع نعم تصير هاي طبيعيه. اما المتعه الان من يتقبلها بمجتمعاتنا؟ اذا مسكت المراه شكرا، اعترفت ان مجتمعكم غير اسلامي فعلا. دينكم حرك تبلش، تبي تصلح شيء تخرب شيء. قال ما تطبق الا بمجتمع اسلامي صحيح، ويعترف ان مجتمعهم غير اسلامي. شكرا لك اخونا وصال صفا، اسمع تعليقك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو صوت أبو حمد؟ أكو صوت؟ بارك الله بكم، حياكم الله حياكم الله. السلام عليكم. الصكوك، أنت مو عيب عليك ما تستحي؟ يعني ما تعرف أكو بالغرفة عراقيين ويعرفون شنو السالفة وش يصير بالنجف وبكربلاء؟ فأنت هذا الأسلوب يعني شو وقت تعوف؟ شو وقت تعوف هذا الأسلوب مالتك؟ ها الصكوك، يعني أنت شنو عبالك الناس شنو زواج قاعدين بالغرفة؟ ها يعني ما يعرفون ايش دا يصير؟ حتى اذا شروقي يعني ما يعرف انه بالغرفة عراقيين ويعرفون ايش دا يصير بالعتبات المكدسة مالتهم. مو قبل شوي انت هسه نشرت اعلان انا شفته بالغرف: لا تدخلوا الى هذه الغرف الكافرة الملحدة. ها شوي استحي على نفسك، هذه عبادة عندك، ليش تنكرها؟ هي موجودة عندكم. والله الكذاب انت وابوك وجدك والمهدي مالك. فانت شوي استحي على نفسك شوي. رجال ايش طولك ايش عرضك؟ تفضل عيني يا ابو حمد، تفضل. اخونا وصال صفا، انت مو مسألة العراق فقط، يعني انتم فعلا يعني يقول لك اهل مكة ادرى بشعابها، يعني انتم في العراق ادرى بما يحدث منهم، لكن الروايات ايش بيسوي فيها؟ اللي يموت ولم يتمتع يأتي يوم القيامة أجدع، واللي وين يا رجل؟ المتعة عندك تجارة رائجة للدعارة تنافس تجارة المافيا في الدعارة والمخدرات. بعض المعممين يترزقون في هالمتعة كثير. عندكم فاتح مكاتب دعارة عندكم، وين بيوت العفة اللي في العراق؟ ولا تظن اننا نايمين احنا على هذا ما ندري عنكم؟ مليون لقيط في ايران منين جايبينهم؟ شارينهم من الصين مثلا؟ ها المليون لقيط في طهران منين جايبينهم هذولا؟ يا رجل يعني الصكوك، يعني على الأقل إذا بغيت تكذب اكذب بشيء شوي يمرر. يعني تستطيع أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكن لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. قلت لا تطبق إلا في مجتمع إسلامي. العراق تمزقه المتعة في المناطق الشيعية، وكلنا نعرف التقارير اللي جت في التلفزيونات. إيران تمزقها المتعة في المشاهد. صنفت مدينة مشهد قبل فترة بأنها أكثر مدن آسيا دعارة. آسيا اللي فيها بانكوك، انتبه، بانكوك أكثر مدينة دعارة في العالم. صنفت مشهد الإيرانية في سنة من السنوات أنها أكثر مدينة دعارة في العالم. مش هذول زنات ولا متمتعين؟ تفضل الصكوك، بتكذب على مين؟ علينا ولا على نفسك؟ تفضل. هو ساعته انا بيناتكم وكذب علي، يقول لي حطيت اعلان لا تدخلوا هذا الغرف. انا وين حاط اعلان لا تدخلوا هذا الغرف؟ خلي يطلع الاعلان ذا حطه. موسى كذاب، قلت له كذاب انت.
انا هسه قلت انت كذاب، انا لا حاط اعلان ولا حاط شيء. وين حاط انا اعلان لا تدخلوا بهذا الغرف كذا؟ اتحدى لا يطلع هذا الاعلان انا اللي حاطه. اذا هو كذاب مو انا كذاب، انا ما كذبت، ما حطيت اعلان انا. ها اولا. شغله ثانيه قلت لك اسمع يا نور، اسمعوا شويه، افتحوا اذهانكم. مو هاي تهم الناس انتم راح تطيحون بها أنا، وهي هاي النار مثواكم والله الكريم. يعني ما توقعون الا النار، لانه كل التهمات باطله والتهمات ما لها قيمه. انا قلت لك المجتمع، عندما المجتمع والحكومه تعمل بالمنهج الاسلامي الكامل والتطبيق الكامل، تختلف هنا العمليه. الان بالسعوديه ولا في حتى بدولنا بالعراق وغيرها كانت، عندما المراه من يؤمن بالمتعه، الحكومه تؤمن بالمتعه راح تذبها في السجن. فالمراه ما تعرض نفسها وشرفها للسجن وشيء. فلذلك المتعه بمجتمع اسلامي كما فعل ابن العباس، كما فعلها الصحابه، نعم فعلوها الصحابه وتمتعوا. مسيكين الصكوك، ما تمارسونها ابدا. انتم لا انتم ممتازين جدا. والفتاوى اللي تسال علمائك اللي تقول تمتعت مع 3 رجال واني حملت الحين ولا ادري ولد مين فيهم، فجاب المعمم عمله معدنيه قال ها اختاري الرقم ولا الكتابه، فرمى العمله في الهواء وطلع ابوه. ها صايرين زي الحكام حقين الكوره، كل واحد معه عمله في جيبه ويطلع ابوانكم بالقرعه. فعلوها الصحابه، مو عيب فعلوها الصحابه، لكن انتم عيب. ومجتمع اسلامي، انتم اسلامي. ايران مو دوله اسلاميه عندك فيها 1,000,000 لقيط. يسووا في الشوافع، حي الشوافع في النجف. حكومتك العراقيه حكومه رافضيه الان، محرم المتعه ولا تذب الحريم في السجن اللي يتمتعوا. لا يا شيخ، يا رجل انت في علمائك ورواياتك تقول انك روح تمتع ولا تسأل انت متزوجة ولا مو متزوجة، لا تفتش، تمتع وامشي بس. لكن يا اخوان، لو لاحظتوا امر مهم في كلام الصكوك، انه فعلا يقر بان المتعة امر مخجل. لذلك لاحظوا يستميت في انها لا هذا فوضى ويوضع في السجن، يدل على ان المتعة زنا واضح. زنا واضح. لا يغركم كل الكلام اللي يقولوا هذا. هل تستطيع الصكوك انك تمنع الناس من ان يطرقوا بابك لخطبة ابنتك او اختك متعة؟ تمنع الناس؟ تقدر تمنع الناس؟ ما تقدر. انت ممكن ترفضه وتقول له لا انا ما زوجك بنتي، لكن ما تمنعه من ان يطرق بيتك ويجرب. صح كلامي ولا غلط؟ صح كلامي يا شيعة؟ ممكن اي واحد يجي يطرق باب بيتك يقول لك بتزوج بنتك متعة، انت عاد حر ترفض او تقبل، هذا شأنك، ولكن ما تستطيع ان